انا غنقول داكشي اللي مكتوب في التقرير، اما داكشي اللي كيقولوا الزوجه ديالو ما الزوجه ديالو رماتو في الشارع داكشي ما نعرفش عليه. قبل 3 ايام في ضواحي بريشيا وامام سوبر مارشي او سوبر ميركاتو، الناس جايه تقدا، الناس ماشيه تشري، وكيلقاو سياره والحراره واصله تقريبا ل 40 درجه، وراجل مغربي في عمره 64 سنه ناعس فيها. واحد من هذوك الناس كيستغرب كيفاش هذا مع 11 النهار والحراره مرتفعه والجاج نتاع السياره مغلوق ناعس فيها، كاينه شي حاجه. تكلم مع الشرطه والاسعاف، جاو كيلقاو هذاك المغربي ضل الامانه ديالو وهو ناعس في السياره وكيعيش في السياره وفي عمره 64 سنه. اشنو مازال كيدير في هذه البلاد؟ واخا يمشي المغرب يبقى يطلب ما يبقاش هنايا. اما على حساب ما كيروج الا كانت الزوجه ديالو هي اللي خدات له الدار وطردته، داكشي بينها وبين الله، والمغربي غدا يوم القيامه غياخذ حقه. عبد الرحيم يواجه 30 سنه والزوجه نتاعو امينه مشات عند الله، وثلاثه الاولاد نتاعهم غتاخذهم السلطات الالمانيه. عبد الرحيم جاب الزوجه نتاعو امينه وكيعاملها معامله ما مزياناش، صبرت حتى عيات قالت له رجعني للبلاد احسن، ما بغاش يرجعها. واحد النهار خدات ولادها وكتمشي للجمعيه اللي كتوقف مع النساء، ما بقاتش باغي تعيش معاه، وامينه اختفت عن الانظار، بقاو ولادها فقط في هذيك الجمعيه. امينه اختفت والشرطه الالمانيه كدير البحث، تواصلوا مع الاهل ديالها في بلادها، والعائله نتاع امينه قالت لهم لا ما جاتش للبلاد. بعد 6 شهور واحد من الماره، واحد نتاع الرياضه كيدير الرياضه كيلقى شي عظام في الخلا، الشرطه الالمانيه خدات هذوك العظام عملات لهم التحاليل وقلبت على المفقودين، كيلقاو هذوك العظام نتاع امينه وفي الراس ديالها مضروبه بآلة حاده. واول المتهمين هو الزوج ديالها، ولحد الان الزوج ديالها في السجن الاحتياطي وكيحققوا معاه، لكن غيجيبوك عبد الرحيم غيجيبوك.